اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين متابعين قناه جديد سبورتس في كل مكان، واكونت جديد 99 على التيك توك والانستجرام. اخبار تهمك على السريع. النادي الاهلي يتعادل مع الداخليه بهدف لكل منهما. طبعا المباراه كانت غريبه جدا، والنادي الاهلي ضيع، يعني نقول كان اداء متوسط المستوى، والداخليه كان افضل في اوقات كبيره جدا من المباراه تكتيكيا وفنيا. طبعا هنتكلم عن المباراه طبعا بشكل فني وبشكل مفصل ان شاء الله، ولكن ان شاء الله انتظروا الفيديو الكبير باذن الله هنتكلم عن بشكل فني. ولكن النادي الاهلي بيخسر نقطتين على السريع. الخبر التاني معانا الاستاذ احمد مرتضى منصور اجتمع مع لاعبين فرق الصالات، طبعا حضراتكم عارفين هو مشرف على الفريق، وقال لهم ان شاء الله الموضوع مستقر بعد ان شاء الله منصور ما يرجع، واللعيبه ما تقلقش يعني، وان يطمنهم من مستحقات الصرف اول باول. برضه الخبر الثالث معانا ان فرجاني ساسي بياكد ان مفيش مفاوضات معاه مع نادي الزمالك او من وكلائه، وان هو مستمر مع الدحيل وعقده ممتد لمده موسم ونصف. ده بالنسبه كده اخر اخبارنا على الساحه، انتظروا كل جديد الفتره ان شاء الله الفتره الجايه. سلام.